السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا خوتي لنستمر بنشر خوتي المزيد إن شاء سلام. الله. مرحبا بكم معنا من جديد القناة ديالنا قصة وحكاية، قصص وحكايات من الواقع المغربي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكنا من جديد في هذه القناة، وعلى بركة الله بداو السرد الأحداث القصة ديالنا. كاين شي وجوه في حياتنا كتبان لينا طيبة وبريئة، ولكن في الحقيقة راه كتخبي السم في الابتسامة ديالها. اليوم غادي نحكيو على رقية، أرملة شابة كانت كتقلب على الآمال لولادها من بعد وفاة دار راجلها، ولكن للأسف ما كانش كتعرف أنها غادي تدخل واحد الحنش كبير للدار ديالها. واحد الراجل اللي كان كيبان متدين ومؤدب، ولكن في القلب ديالو كان كيتربى شي شيطان. قضيتنا اليوم غادي تدور في مدينة ديال تازة، فين الشك خيانة قتل، وغادي نكتشفوا كيفاش تصرف بسيط ليلة وحدة قلب كلشي. مدينة ديال تازة كان الحاج عبد الرفيع الهاروني من الناس اللي معروفين في مجال ديال المقاولات، خصوصا في العقارات. ومن وسط العام ديال 1993 كان مشغول بزاف ببناء واحد العمارة اللي ربح الصفقة ديالها من الوزارة ديال الإسكان. كان معروف عليه أنه راجل ديال الخدمة، يعرف الناس لا راحة، كيبقى ساعات طوال في الورشة وديما كيوصل قبل العمال، وكيكون هو آخر واحد كيخرج من الديبو ديالو. هذا هو الروتين ديالو ديال الخدمة، خدمة الدار دار خدمة. نهار 25 مارس في 2000 كان الحاج كيتسنى يصبوا البوطون ديال السيما في السقف ديال الطابق الخامس. داك النهار بحال كاع النهارات كان ديما كيراقب. هو جالس كيراقب لاحظ واحد العامل، يعني خدام ديالو، يا اما عن جهل ولا متعمد ما ربطش مزيان القضبان ديال الحديد. الحاج لاحظ داك الشيء ومشى باش يتفقدو بيديه، مشى ليه باش ينبهو، ولكن في الطريق ديالو حط رجلو فوق واحد اللوح ديال الخشب ما كانش مربوط مزيان. ديك الساعه غادي تقلب به اللوح، وطاح الحاج من الفوق من 5 طوابق حتى الارض ومات في بلاصتو. الحاج الهاروني كان مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، كبير فيهم عنده 10 سنين، وخلى وراه واحد الورث مهم، عمارات، فيرما كبيرة، شي مزرعة فيها شي ليمون وشي لعيبات، وزيد عليهم مبالغ مالية مهمة في البنك. وبالوصية ديال التأمين للحياة ديالو استافدت مرتو من واحد التعويضات. الأرملة ديالو سميتها رقية النعمان، خدات داك التعويض من التأمين، أما الفلوس ديال الوليدات راه تحطات في الصندوق ديال الإيداع والتدبير. أمر من القاضي، وبقى عند رقية تفويض من راجلها المرحوم باش تسير العمارات والفيرمات، وهادشي كامل كنخليها عليه في سميتها، بحال اللي كان حاس أن ساعته راه قربات. السنة الأولى من الترمل سلمت تسير المقاولة المعاون ديال راجلها اللي سميتو عبد الملك الصرغيني. عبد الملك كان باين ليه متدين، لحية ومعقول، خدام ومخلص، وداك الشي علاش اللي خلى رقية تثيق فيه. ولكن ما بقاتش مقتنعة بزاف، وخدات الاحتياط وعينت ولد خالها بوجمع الصناجي كسائق. كان قريب منها في العمر، وكان من زمان كيتمنى يتزوج بها، خصوصا بعد ما ترملات. صرغيني ولا كيجي للدار ديال الرقية يوميا، كيهضر معاها على الخدمة والأشغال اللي خاصها دار، ومع الوقت ولات كتعتمد عليه بزاف. هو كان عارف أنها ساذجة، يعني غبية، ما ماشي شي وحدة اللي مطورة. ومرة قال ليها بلي راه بغا يمشي، وهادشي ما بقاش عاجبو. من بعد سولاتو علاش بغيتي تمشي، لكن صدمها ملي قال ليها انا ما بقى عندي لا طاقه لا صبر، حيت انا راه كنموت عليك وبغيت نتزوج بك. بقى جالس كيدوي معاها بهاد اللغه هادي ديال انا كنبغيك وبغيت نتزوج بك، اما الا ما كانش هادشي هذا راه خصني نبعد عليك باش خدات وقت كتفكر، ومشات عند واحد المراه اللي فقيه كدير لهم دروس ديال المحو الاميه في واحد الجامع في الحوم، باش تسولها وتعطيها في هذا الموضوع هذا. السيده جاوبتها وقالت لها بلي راه راجل مزيان، وراه لكن ناوي المعقول والزواج دخلوا وعيشوا مع بعضياتكم. وبالفعل تزوجوا وجا سكن معاه. من بعد الزواج ولا هو الامر الناهي في الدار، بدا كيتدخل في كل شيء، يعتبر المقاوله مقاولته. كان عارف ان بوجمعه هو العقبه الكبيره قدام. بوجمعه ما تقبلش هادشي بسهوله، خصوصا انه كان كيشوف رقيه من حقه، ولكن بقى ساكت وركز على الوليدات.
حتى ولات عندهم علاقة قوية بيه، وعمّر ليهم شوية من الفراغ اللي خلى الأب ديالو. السرغيني ما طوّلش، طلب من رقية تفويض رسمي باش يولي هو الآمر الناهي المقاولة، وجاب ليها الورقة وهو عارف مزيان أنها ما كتعرفش تقرا ولا تكتب، ولكن رقية كانت خدات الحيطة ومشات عند داك الفقيه ديال الجامع اللي الزوجة ديالو كانت كدير محاربة الأمية ليه، وقال ليها بأن التفويض هذا ما فيهش شي حاجة اللي تخليه يتصرف بحرية تامة، ولكن السرغيني كان داير واحد الخطة خبيثة. ملي مشى معاه للمصلحة ديال التصديق على التوقيعات، دز وسط الوراق واحد الورقة فيها توكيل كيخليه يتصرف في كل الأملاك ديال الرقية، حتى البيع والشراء، ووقعات بلا ما تعرف شنو كاين فيه. من تما بدا كيبان وجهه الحقيقي، ولا كيغيب بزاف على الدار، يقول راه عنده اجتماعات وصفقات، ولا حتى كيرجع سكران بعد مرة. هي ما كانش مصدقة واش هذا هو نفس الراجل اللي كان ديما كيهضر بالدين والقرآن. وقتها راه عرفاش انها راه طاحت في واحد الفخ، وبدا الوجه الآخر كيبان ديالو. رقية دارت مجهود باش ما يتأثروش ولادها، وبوجمعة كان ديما كيساند، لكن هي كانت كتسنى الفرصة باش تهرب من هاد الحنش هذا اللي تلوى على الرقبة ديالها. رقية النعمان كانت شابة في الثلاثينات، أرملة وعندها 3 د الوليدات، كبير فيهم مازالش ال10 سنين. الراجل الأول الحاج عبد الرفيع الهاروني كان مقاول معروف في تازة. بعد الوفاة ديالو خلى واحد الحزن كبير ومسؤولية في نفس الوقت. جا هاد الراجل هذا الملك الصرغيني دخل في حياته، بدا معاه بالسكان عادي، ما عندهاش مانع. من بعد قال ليها سيري وكلي لي تدبير ديال المقاولة باش نقدر نخدم بحرية. تما بدات الحكاية كتبدل، ولات كتشم فيه الريحة ديال الشراب، الريحة ديال الخضر. ليلة 31 دو جنبير واحد الحالة يرثى لها جا سكران معفر كرفس بالقيء، عاوناتو وحيدت ليه حوايجو. ديك الساعة خلاتو يرقد، ما قالت والو، وهي جالسة كتقلب في جيبو، لقات التصويرة ديال وحدة زوينة وصغيرة معاه، واحد البنت هادي ما عمرها شافتها. الصباح عطات المفتاح لولد خال ديالها بوجمعة اللي كان شيفور، قالت ليه سير دي ليا نسخة من هاد المفتاح هذا. بعد أيام طلبت من واحد الصديق ديال بوجمعة يتعقب السرغين، ما بغاتش دير مواجهة مباشرة، بغات الأدلة من بعد عاد تواجه. سيمانة جاها بخبار خطير، الشقة اللي كيخزن فيها داك المفتاح هي نفس الشقة اللي كيدخل ليها هذيك المرا اللي صورتها كانت في الجيب ديالو. نهار 11 يناير تكون عطلة وطنية، قال لي غادي الرباط لصفقة كبيرة وغادي يرجع بعد يومين، لكن هي عارفاه كيكذب، عارفاه كيكذب وبس كيخون. في الليل عيطات لبوجمعة وقالت ليه سير معايا نشوفو شنو واقع. مشاو الشقة ودقات الباب، تفتح الباب بلا ما يجاوب حتى شي واحد. دخلات، دازو للدار الفوق وبالمفتاح حلات الباب، طلبات من بوجمعة يبقى حدا الباب د العمارة. دخلت حتى للغرفة ديال النوم، وتما فين غادي تصدم. السرغيني نعيس مع ديك المرا اللي في الصورة، غوتات على الخائن وناض مفزوع بغا يهجم عليها. مرا الليل معاه مشات للمطبخ وجابت واحد السكين وحاولت تطعن رقية، لكن السكين غادي تجي في البطن ديال السرغيني. طاح السرغيني وبدا جالس توجع من الآلام. السكين بقى في الكرش ديالو، ولكن تعطلت الإسعاف باش تجي ومات. رقية تصدمات كلشي وقع بسرعة. مرة أخرى هربات، عيطات لبوجمعة دخل ولقى السرغيني ميت. قال لها هادشي خاصو البوليس. دات التليفون وعيطات للشرطة ديال النجدة. جا العميد شمس الدين مع الفرقة ديال الجنايات وداروا المعاينة، وسمعت للشرطة الرواية ديال الرقية وقالت لهم كلشي، ولكن ما كانتش عارفة بزاف على المرا من غير أن سميتها نوال. في الغرفة ديال النوم لقاو شعيرات حمراء ماشي ديال الرقية، خداوهم، خداو السكين وبعثوا للمختبر العلمي في الرباط. البواب ديال العمارة قال أن الشقة مكراهاش السرغين، لأنها كانت مكرية ومدعاة من يامات ديال الرقية وبوجمع. بوليس بدا جالس كيقلب على نوال، لقاو أن السرغيني كان عنده صفقة مع شي جماعة في قرسيف. مشى الضابط توصيل تما، وفعلا رئيس الجماعة نادى على الموظفة باش تجيب الملف. خالد نوال رماني. ساعة المفتش لاحظ أنها عندها جرح في وجهها اللي قالت عليه رقية، ما سولهاش مباشرة ولكن عرف أنها
اللي كانت في الغرفة ديال القتل. التحليلات ديال المختبر أكدوا أن الشعيرات اللي في الغرفة ديال النوم هما ديال ناول النيت. جابوها وواجهوها بالحقائق. قالت أنها كانت مزوجة عرفيا بالصرغيني وعدها بالزواج رسمي منين طلق من رقية، ولكن نكرت أنها كانت معاه في الشقة نهار الجريمة. منين واجهوها بالشواهد العلمية اعترفات بكلشي. قالت بلي راه ما كانتش ناوية تقتلو بديك السكين، إنما راه غير بداك السبب دفع من هنا دفع من ليه، جا السكين فيها بالغلط وهو يتوفى. تحكم عليها ب5 سنين حبس وغرامة مالية 100,000 درهم. أما رقية بقات حرة، ولكن بجرح ما عمرها ما غادي يبرى. كانت كتقلب على الأمان ولكن لقات الموت والخيانة حضن الراجل اللي وثقات فيه. رقية النعمان كانت شابة في الثلاثينات، أرملة وعندها 3 الوليدات، كبير فيهم مازادش 10 سنين من راجلها الأولاني. بعد ما مات راجلها راه كانت كتقلب على الأمن والأمان، وتقات في واحد السيد اللي جاب الباس ديال الدين والصلاة، لكن في الاخر راه غادي تلقى راسها انها كتفني غير حياتها معاه. وهنا ما بقى لينا غير نودعوكم ونقول لكم الى اللقاء، نلقاو مع قصه واحده اخرى. شكرا على حسن استماعكم.